زي ما كل الناس كانت عاوزة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري في الإمارات. ماتش ناري، الماتش جماهيري من الطراز الأول، الكل ينتظره. مباراة محدش عارف ممكن يبقى شكلها إيه رغم أفضلية الأهلي على الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الإمام. هنتكلم الأول على ماتش الأهلي وسيراميكا اللي انتهى امبارح بفوز الأهلي 2-1. الاهلي على المستوى الفني بيتحسن بشكل ملحوظ جدا. للمباراة التانية على التوالي الخصم ما بيقدرش يمسك الكورة كتير، وبتقدر تاخدها منه بضغط متواصل في اسرع وقت ممكن. للمباراة التانية على التوالي ارتداد سريع للعيبة الاهلي في دفاعيا. للمباراة التانية على التوالي بتقدر تخلق فرص كتير. للمباراة التانية على التوالي في تحسن في أداء اللاعبين تصاعدا، منهم اللي كان واقع خالص ومنهم اللي كان نص نص. فالناس دي بدأت تقوم وتحس بيهم في المباراة اللي فاتت دي والمباراة اللي قبلها. فإذا المستوى في صعود والسهم عامل كده. وبما ان ده المؤشر الواضح في اداء الاهلي دلوقتي، يبقى اطمن، يبقى ان شاء الله خير. لو كملنا على كده في ماتش الزمالك المكسب جاي لنا بلا محاله. قبل ما نتكلم طبعا على الماتش ده، الماتش امبارح ابتدينا بشكل كويس جدا، ضغط متواصل، ارتداد سريع. الكرة التانية بتاعتنا بناخد الكرة بسرعة جدا من الخصم، وعاملين زي ما بيقولوا كده كماشة جامدة جدا على فريق سيراميكا. بتلعب المصري وبتلعب سيراميكا، الفرقتين من اجود الفرق اللي موجودة في الدوري، اللي بتقدر تباصي بشكل كويس وبتقدر تسجل. ومع ذلك الفرقتين دول ما قدروش يعملوا معاك اللي كانوا بيعملوه في اي مباراة قبل كده. فاذا انت شغال بشكل محترم وبشكل يعجب الجمهور اللي كان بدأ يفقد الامل. وقلنا ان ممكن فريق الاهلي ده فجأة يصحى من النوم، وتصحى من النوم تلاقي الفرقة دي واقفة على رجليها وبدأت تطلع. فده اللي احنا شايفينه دلوقتي. الحاجة التانية ان حتى بعد الخطأ الصعب من الخطأ الصعب المتسلسل من ياسين مرعي وياسر ابراهيم ومحمد هاني كلا على حدة، قدرت ترجع للماتش في الشوط الثاني وقدرت برضه تخلق الفرص. مشكلة الاهلي عشان يقدر يحسم اللقاءات وما تقعدش على الحروق كده، وبصراحة واقولها لك، البديل التعبان، البديل اللي بينزل يوقع الفريق، البديل اللي زي واحد زي احمد عبد القادر او طاهر او ايا كان من اللي بينزلوا. بينزل الماتش يا عيني، انت بتحس يا عيني انه شارب حاجه قبل ما ينزل. الواد نازل دايخ اصلا. الواد بقى احمد عبد القادر امبارح بيطلع كرة من قلب الجون بيطلعها بدماغه بره، بدل ما يحطها كده بيحطها كده. يعني الدماغ ضربت خالص. كرة تانية طاهر مديها له الجول قدامه، بيشوط في الهواء فوق في السماء، الجون فاضي. كرة تانية برضو داخل انفراد وجنبه اتنين لعيبة فاضيين الناحية التانية، لا باصة ولا شاط ولا عمل أي حاجة. النوعية دي من اللعيبة هي اللي بتخليك دايما مش قادر تحسم اللقاء. الراجل امبارح لجأ لخماسية، لأن لو حسبتها حسبة بالعقل كده وبالمنطق، أنا فاضل لي 10 دقايق وكده كده خلاص الفرقة بتاعتي بدأت تقع بدنيا وعندي ماتش بعد 3 أيام. لو غيرت التغييرات العاديه والنمطيه بتاعتي ولعبت برضو باربعه ورا وبتاع ما اعرفش ايه، ما انا ممكن برضو اخش فيها جون ومش هلحق اعوض بشكل كبير، لان خلاص فاضل 10 دقائق هيجي جون بس بعد دقيقتين 3 5، يبقى فاضل لي 5 دقائق فممكن ما اعوضش. البديل بتاعي مش قوي، فخليني امن واحاول احافظ. وعلى فكره ما اتخلقتش فرص كبيره بعد ما عمل كده، وفي نفس الوقت بقدر اعمل بالمرتده وبقدر اعمل التحولات بشكل مظبوط. بس للاسف ما عندناش الجوده اللي تخلص، هو دي الخلاصه. الراجل ده نبدأ نحكم عليه بشكل مباشر لما تبقى عنده جودة دكة ممتازة جدا تقدر تساعده في الحالات اللي هو بيحاول يعملها دي. والطريقة اللي بيلعب فيها دي هتنفعك جدا في أفريقيا، وافتكر في أفريقيا القصة دي هتنفعك جدا جدا جدا، وممكن تلاقيك بتاخد اللقب. الحاجة التانية على تريزيجيه وزيزو، ودول اللعيبة الأفضل امبارح في فريق النادي الأهلي. تريزيجيه امبارح يا جماعة ده مش تريزيجيه، ده سوبر تريزيجيه. تريزيجيه اللي احنا كنا نعرفه رجع امبارح، عنده احسن من كده لسه، بس بالنسبه للمقارنه اللي بدأ فيها الاهلي من اول ماتش انتر ميامي، والانانيه اللي خدها والانتخه اللي قاعد فيها من وقتها لغايه دلوقتي، وانه المفروض راجل صاحب شاره، وانه ممكن يلبس شاره الاهلي بعد في اي وقت، او يبقى شاره الاهلي من حقه في اي وقت حسب وجوده في الملعب او خارجه، وانه كابتن مهم جدا في النادي الاهلي. الراجل ده ما عملش
بربع جنيه كوره من ساعه ما جه النادي الاهلي، فاذ فجاه ينتفض تريزيجيه امبارح ويقدم لنا جري على اعلى مستوى وروح وفتنس وفوق حلوه قوي، تخلي الناس قاعده مبسوطه وتقول الحمد لله ادي واحد من اللي كانوا في الوباء رجع اذ فجاه، وبشكل يخليك مطمن ان روح الاهلي بترجع كمان. زيزو ما زال يؤكد انه افضل لاعب وافضل صفقه في النادي الاهلي. زيزو كل مباراه يا مساهمه يا يساعد في تسجيل هدف يا يسجل بايده، حاجه كده عظيمه جدا، وهو الاكثر مساهمه حتى الان في الاهداف مع الاهلي رغم الضغط العصبي اللي عليه والضغط. امبارح عامل اوفر، اقسم بالله انا قعدت احلله مش لاقي له حل. اوفر عجيب، وهو وشه كده ولف ايد فجأة ويروح بالقوة دي ويطلع تريزيجيه يحطها بالقوة دي. لا لا لا، زيزو قماشة جميلة جدا تقدر تفيد النادي الاهلي لو عنده لاعب بيلعب بدماغه بشكل كويس. زيزو وتريزيجيه على الطريق السليم. امبارح شفنا ماتش مكرر، القديم الجديد، الماضي الحاضر المستقبل. بيراميدز والزمالك تنتظر منهم مباراة قوية جدا، تلاقيهم بمباراة مفنيخة جدا ومفيش حد بيقدم أداء قوي فيها. ما تعرفش يعني، تحس كده يعني إيه، حبايب كده يعني. أنا ما بقولش يعني حد بيفوت، مفيش الكلام ده يعني، بس تحس يعني مفيش حماس كده. الفرقتين دول تتفرج عليهم يجي يلعب الأهلي يعني جيش صلاح الدين الأيوبي، كل واحد ماسك سيف ودرع وبيجري في الملعب. طب يا حبيبي طب الزمالك معذور، امكانياته الفنيه معروف، انما بيراميدز ايه الوضع؟ انت فين يا ريس يا بيراميدزاوي يا بطل افريقيا؟ فينك يا نجم امبارح؟ مش موجود. ورغم ذلك ورغم الاداء الزفت ده، اول ما وصل ضربات جزاء انا كنت متاكد ان الزمالك هيكسب، لان بصراحه الزمالك كان اكثر رغبه واكثر روحا رغم المشاكل اللي عنده والامكانيات القليله اللي عنده في اللاعبين مقارنه ببيراميدز. فيستاهلوا المكسب، ومبروك علينا نشوف ماتش اهلي وزمالك بقى يا جماعه، ماتش جماهيري نسخن كده ونبقى مبسوطين فيه، ماتش ننتظر فيه ان يكون فيه شكل حلو جدا. وبكره باذن الله هيبقى فيه فيديو عشان نشرح ازاي نقدر نكسب في ماتش زي ده، ونقدر نبقى موجودين في ماتش زي ده بشكل قوي يفيد الفريق. الاهلي والزمالك مباراه مش هتبقى جوه الملعب فقط للاسف. امبارح في ماتش بيراميدز والزمالك جمهور الزمالك تطاول على زيزو بشكل سافر، ولما اتكلم هنا على ان في زياده جدا في شتيمه جدا كتيره جدا، فيقولوا لك عادي يا عم، في الكوره عادي مقبول، ايه المشكله يعني؟ مش لعيب عندي؟ انتوا ما بتشوفوش العالم؟ انتوا ما بتشوفوش كوره؟ اه يا حبيبي، انت تروح تشتم الواحد لاعب في الملعب؟ وانا عشان اشوف كوره تروح تشتم انت اللاعب بتاعي في الملعب؟ ومفروض ان انا اسكت لك انا كمشجع او جمهور ان انا ما دافعش عن اللاعب بتاعي؟ هسيبك هسلم لك اللاعب بتاعي يعني مثلا؟ وبعدين انت رايح تسيب واحد ليه في المدرجات؟ هو انت ما ينفعش مثلا تسخر منه او تتريق منه من هتافات؟ ممكن تتريق منه بهتافات، ما ينفعش تزوم عليه وتصفر عليه وهو معاك كوره؟ كل ده تقدر تعمله، بس روح تسيبه ليه وتشتمه ليه وتخش في السكه دي ليه؟ وعلى فكره حتى محمد معروف الحكم التعبان امبارح جمهور الزمالك روقه، وكأن الامارات لما يروح الامارات هو فاكر كده انه خرج عن القانون وبره القانون. فبقول من دلوقتي، ولازم الكل يبقى جاهز من دلوقتي، النادي الاهلي لازم يقدم شكوى النهارده. الاهلي لازم يقدم شكوى النهارده ويبدا يحمي لاعبه، لازم يبقى فيه اجراءات عنيفه وقويه لاي واحد متجاوز رايح مسافر من القاهره رايح يشتم يخرب بيتك. ده في واحد من الزملكاويه بيؤكد لي ان في دخله مخصوص لزيزو، الله اعلم بقى دي هيبقى فيها ايه، ولازم يحصل تنسيق مع الامن عشان مفيش حاجه فيها تجاوز تخص. يعني انت ايش ضمنك دلوقتي هم داخلين حاطينه عامل ازاي ولا شكله ايه ولا شاتمينه ولا عاملين ايه في الدخله؟ لازم يبقى فيه تنسيق من الناس المسؤولين. الكره مصر كفايه فضايح بقى، هو كل سنه تعملوا لنا فضيحه؟ ما ينفعش مره ما تعملولناش فضيحه؟ ما ينفعش مره نطلع من الامارات نرجع محترمين، يا اما 3 لعيبه يتقبض عليهم وتعملوا لنا مشكله سياسيه والدنيا تتقلب والناس تبدا تشتم وتقول الفاظ في دوله تانية علشان رايحين يعتدوا على فرد امن لا ليه في الطور ولا في الطحين اماراتي. هو ايه المره دي هتعملوا ايه؟ قبل كده شيكابالا يعمل لك حركه بلس 18 داخل الملعب، انتوا ايه ناويين تعملوا ايه تاني؟ يعني كل ما تروح الامارات تعملوا لكم مصيبه،
هو انتوا بتطلعوا من مصر فاكرين ان انتوا خلاص كده خرجتوا بره القانون تقدروا تعملوا حاجه؟ يا جماعه المسؤولين في مصر لازم يبقى فيه قرار حاسم، وعندكم القدره بالتنسيق مع الامن الاماراتي ان اي حد متجاوز يتحاسب. ولازم النادي الاهلي يشتكي ومن دلوقتي عشان يحمي اللاعب بتاعه. حقه ان انت جاي في كنف النادي الاهلي العريق وصاحب الجماهيريه والشعبيه الاولى في مصر انه يتم حمايته، ولا ايه؟ عموما مش عايزين نقلبها صراعات، ولكن بكره هنكون عندنا مباراة الأهلي والزمالك في مساء الأهلي، الماتش بعد بكرة، ولكن بكرة في مساء الأهلي وفي شرح هنا نتكلم على مباراة الأهلي والزمالك وإزاي نقدر نكسب الزمالك، اللي هتبقى مباراة صعبة جدا. وإن شاء الله بإذن الله الأهلي بطل السوبر عشان نبدأ عصر جديد من النجاحات مع يس تروب. إذا عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب، بشكرك جدا وبشكركم جدا على وجودكم معانا، ومع ألف سلامة.